والآن إليك عيسى. يعني ألف ألف مبروك الإنجاز والانتصار الكبير الذي حققه المنتخب السعودي، يعني فرحة عربية كبيرة. ما تقييمك لأداء هذا المنتخب في الظهور الأول له في هذا المونديال؟ الله يبارك فيك، لكن قبل أتكلم عن المنتخب أعتقد أن كريستيانو رونالدو لن يغادر الشرق الأوسط بعد مونديال قطر. وجهة كريستيانو القادمة ستكون في الدوري السعودي في نادي النصر تحديدا. هذا تصريح خطير. نعم، أعتقد أن هذا الوجهة القادمة لكريستيانو رونالدو. أنت بتتمنى هيك ولا لا تصريح نقدر نعتبره؟ تقريبا شبه تصريح، إلا إذا حقق كريستيانو رونالدو البطولة ممكن ترتفع هاي أسهمه. مفاجأة كبيرة جدا. يعني كريستيانو لن يذهب إن شاء الله، سيبقى في الشرق الأوسط. هذه إن شاء الله بشرى للجماهير العربية والسعودية وجماهير النصر. بالنسبة للمنتخب السعودي الأمانة فاجأنا جميعا يعني بهذا المستوى والنتيجة. المنتخب السعودي لم يفز بنتيجة فقط بل مستوى ونتيجة، بالرغم من أنه خرج الشوط الأول خسر الشوط الأول، خرج الشوط الأول وهو يعني متأخر بهدف، إلا أنه كان هناك في محاولات جادة للهجوم السعودي، كان في تهديد للمرمى الأرجنتيني. الشوط الثاني استغل المنتخب السعودي يعني الفرص وسجل هدفين، وكان يعني قريب يعني من تسجيل الثالث.